النهارده واحد من الأخبار الحزينة جدا على الوطن العربي وبالنسبة للفنانين والفن في وفاة الفنان الكبير هاني شاكر. والحقيقة إنه أنا مش من عادتي إن أنا بتكلم عن أخبار شخصية تخص الفنانين، ولكن أنا في الفيديو ده عايز أتكلم بشكل فني أكتر عن الفنان هاني شاكر. طبعا هو توفى النهارده على عمر ناهز 74 سنة، وده بعد معاناة كبيرة جدا مع المرض خصوصا في الفترة الأخيرة، وإنه حصلت محاولات كتير جدا لإنعاشه، وإن هو عمل عمليات كتير جدا في الفترة الأخيرة، ولكن طبعا ده قدر ربنا سبحانه وتعالى. ولكن بما إني بحب أتكلم عن الجانب الفني أكتر للفنانين مش الجانب الشخصي، فحابب أقول إنه الفنان هاني شاكر يمكن أنا مش من كبار محبيه قوي، ولكن برضو كنت بحب له حاجات كتير جدا لانه هو فنان كبير ويمكن من جيل اكبر من جيلي شويه. لكن هو ظهر في اواخر السبعينات، كان في حتى من بدايه ظهوره كده ان هو ابتدى يعمل مزيكا جديده ومزيكا مختلفه عن المزيكا الكلاسيكيه اللي كانت موجوده، وكان ده في اواخر الايام اللي ظهر فيها عبد الحليم يعني كان اخر الايام اللي كان موجود فيها عبد الحليم حافظ قبل وفاته. فحتى كان في الوقت ده كانت قالت انه الشاب الجديد اللي طالع اللي اسمه هاني شاكر ده هينافس عبد الحليم وكده. وبعد كده هاني شاكر نفسه قال تصريحات ان هو لا، هو ان هو نفسه واحد من محبين عبد الحليم حافظ يعني وكده. وبعد كده استمرت بقى المسيرة الفنية بتاعته بقى من زمان جدا، من أواخر السبعينات لحد منتصف الألفينات كده، وهو كان بيعمل إنتاجات كتيرة جدا لألبومات كتير وأغاني كتير وحفلات، طبعا من ضمنها حفلات ليالي التلفزيون اللي هي كانت بتحصل في أوائل الألفينات دي. فنان كبير، فنان كبير جدا وليه تاريخ فني كبير ما نقدرش نغفله يعني. أنا شخصيا بحب له مثلا أغاني زي لو بتحب حقيقي صحيح وبحبك انا وبحبك يا غالي، ليه كذا اغاني حلوه كده، طبعا غير الاغاني طبعا الدراميه المؤثره اللي هي زي الحلم الجميل وجرحي انا والحاجات دي. ف انا شايف انه فنان كبير جدا بجد، مصر فقدته يعني، وربنا يرحمه ويصبر اهله ومحبينه. و اكيد 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 قيمه فنيه زي هاني شاكر يعني خساره للفن في الوطن العربي وفي الوسط الموسيقي بالذات يعني. بس اشوفكم على خير.